لا ما سجلتش. لا لا لا. طيب سجلنا كم صفة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحباب الدعوة، أسباب الترقي في هذا الجهد. أسباب الترقي، نحن هذا الجهد جهد الدعاء. هذا الجهد جهد الدعاء الذي يخرج في سبيل الله تبارك وتعالى، الله يضمن له دعاء مستجاب إذا أكل حلالا. فأولا شيء الدعاء لهذا الجهد. نسأل الله تبارك وتعالى كل يوم نصلي ركعتين لنفسك. لا تسأل الله الاستقامة، أسأل الله الثبات والاستقامة والترقي. الذي يسأل الله الاستقامة يبقى في نفس المستوى. الاستقامة مذكورة في القرآن، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة إلى آخر الآية. ولكن أسأل الله الثبات والاستقامة والترقي. لازم تترقى في الإيمان، في اليقين، في الصفات، في الجهد، في الأعمال. ولهذا دائما نقول للأحباب الترقي ترى بعينك. إذا قمت أولا تقوم ب5 أعمال تقبل عند الله، ويحبك الله، وإذا أحبك الله يعني استعملك، كما في الحديث القدسي الذي يرويه النبي عن ربه تبارك وتعالى يقول: ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، ويده التي يبطش بها، رجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فالنوافل. فأوصي الأحباب أول شيء يعني الصلاة في المسجد في الصف الأول مع السنة القبلية والبعدية، هذه الصلاة. والثانية قيام الليل. السر في هذا الجهد التهجد. اللي عنده تهجد يترقى ثاني يوم إذا يحافظ عليه. أيوة. والثالثة تلاوة جزء قرآن لغير الحافظ يوميا. أما الحافظ 3 أجزاء، فقال العلماء الذي يقرأ 3 أجزاء يوميا للحافظ لا يتفلت منه القرآن، كما قال عليه الصلاة والسلام يعني تعاهدوا القرآن فإنه أشد تفلت من الإبل في عقلها، حديث. ولهذا الرابعة احنا قلنا تلاوة جزء قرآن لغير الحافظ. إذا صعب عليه يقرأ حزب وهو نصف الجزء. وأيضا الرابعة التسبيح. الذكر مهم في الدعوة. الله قال لموسى وهارون: ولا تنيا في ذكري. نقول سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 100 في الصباح 100 في المساء. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام 100 في الصباح 100 في المساء. والاستغفار 100 في الصباح، أي صيغة استغفار 100 في الصباح. وإذا بتزيد عندك بعد سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، يعني هذا بس معدل. يعني إذا بتزيد يعني عندك وقت يعني. طيب صباح ومساء يعني. هذه الرابعة. احنا قلنا الصلاة مع الجماعة في الصف الأول مع السنن القبلية والبعدية. ثم الشيء الثاني قيام الليل. التهجد هو السر في هذا الجهد. لأن الجهد كما تعلمون ما بين إن وإن. إن لك في النهار سبحا طويلة، جهد النهار. إن ناشئة الليل هي شد وطن وأقوى مقيلة، جهد الليل. ثم الله جمعنا الآية: والله يقدر الليل والنهار. هذا فجهد الليل مهم جدا. والثالثة احنا قلنا تلاوة جزء قرآن. الرابعة التسبيح. الخامسة كل يوم تدعو 25 رجل دعوة الإيمان واليقين. لازم تتكلم مع أقل شيء 20 رجل تلتقي به، تكلم دعوة انفرادية وتشكله يخرج معك، وتشكله على الفرائض على السنن، ترغبهم. طيب هذه 5. بعدين الدعاء كما قلنا هذا جهد الدعاء، فتهتموا بالدعاء. الدعاء الرسول يقول هو العبادة. الدعاء مخ العبادة، هذا ضعيف. أما الدعاء هو العبادة، هذا حديث صحيح. طيب فتدعو نقاط مهمة للقدماء. أنتم جربوا هذا وادعوا به تترقى. تسأل الله الفكر. والفكر نوعين: فكر هداية الإنس والجان ليوم القيامة، حتى بعد وفاتك يعني كتابك مفتوح، فتدعو
فكر هداية الإنس والجان ليوم القيامة، وتذكر نقاطها. اللهم ارزق، بعد ما تصلي ركعتين تقول اللهم يا كريم ارزقني فكر هداية الإنس والجان ليوم القيامة، والنقاط هاي تحفظها: الفكر الحقيقي الصحيح، المخلص الصادق، القوي المتواصل، المبارك والمقبول، والمباشر والدائم. يعطيه لك الله الآن هذا فكر، لأن اللي ما عنده فكر في الدعوة كأنها سيارة بدون محرك، بدون موتور. كثير قدماء مسكين ما عنده فكر هو، فنحن نريد هذا ينتشر في القدماء. أسأل الله فكر هداية الإنس والجان ليوم القيامة، الفكر الحقيقي الصحيح، المخلص الصادق، القوي المتواصل، المبارك والمقبول، والمباشر والدائم. الله يعطيك الآن ودائم، ما عادش يمدحوك ما عادش تتأثر بمدح الناس، يذموك ما عادش تتأثر بلومهم، فتستمر تستقيم، لأن الدعاء هذه نقطة، هذا فكر. طيب، وبعدين أنا أقول لكم بعد شوية كيف يأتي الفكر فيك، هذا الدعاء. طيب، والفكر كما قلنا نوعين: فكر هداية الإنس والجان هذا عظيم، لكن كثير ناس عنده فكر ولكن ما عندهاش فكر التشكيل. فكر التشكيل يختلف نقدا. كثير عنده فكر الهداية، يتكلم كلام جميل ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هذا وعظ، أصبح وعظ وإرشاد. الداعي لازم يكون عنده فكر التشكيل نقدا، تقول اللهم ارزقني فكر التشكيل نقدا. هذا غير فكر الأول لازم تدعو به، فكر هداية الإنس والجان، ثم تدعي الفكر الآخر: يا رب يرزقني فكر التشكيل نقدا 4 أشهر، انفرادي وخصوصي وعمومي واجتماعي. رزقني فكر التشكيل نقدا 4 أشهر، خصوصي وعمومي، لأي واحد تلتقي به الله يعطيك الفكر. فكر التشكيل نقدا هذا فكر مهم جدا للدعاة. ثم تسأل نفس الشيء: فكر التشكيل نقدا خصوصي عمومي اجتماعي انفرادي نقدا 4 أشهر، ثم تذكر نقاط: فكر التشكيل نقدا الحقيقي الصحيح، المخلص الصادق، القوي المتواصل، المبارك والمقبول، والمباشر والدائم. كما هذه النقاط تسألها للفكر. والفكر يأتي ب3 أشياء: يأتي بالجولة الكثيرة، تجول كثير كل يوم 6-7 ساعات جولة، تعرف يأتي فيك الحرقة والهم، تشوف أحوال الأمة، ترجع مغموم مهموم. بالجولة الكثيرة يأتي فيك الفكر، ترجع تشوف حالة الأمة، تعرف لماذا الله غضبان عليها بسبب ابتعادها على الله. هذا الفكر يأتي بالجولة الكثيرة. ثم يأتي بالدعاء اللي ذكرناه الآن. ثم يأتي بالتسبيح، تسبح يجيك فكر، إذا ذكرت الله يجيك الفكر. هذا مجرب، أنا أحكي لكم هذا بالتجربة يا جماعة. طيب، ثم أحبابنا الله أكبر، تتعود من 4 أشياء. هذا أسباب الاستقامة يا جماعة والترقي. اللهم إني أعوذ بك من التقصير والفتور والبرود والانحراف. أول شيء ما عادش يجيك التقصير في الجهد، الله يوفقك بسبب دعائك. اللهم إني أعوذ بك من التقصير والفتور والبرود والانحراف، يعني ما عادش تقصر في الجهد، ما عادش يأتيك الفتور والبرود هذا، وثم ما عادش تنحرف، يعني ما عادش تطلع من الدعوة. احنا نريد نثبت القدماء في هذا الجهد. كيف شيخنا؟ فهذا هو النقاط تتعود منها. ثم أحبابنا الله أكبر، قلنا تسأل الله الثبات والاستقامة والترقي، وأيضا نعم والذي يطيع المشورة والفيصلة فهو حفاظ لهم. طاعة المسؤول وطاعة الفيصلة حفاظا للداعي، وطاعة الأصول حفاظا للدعوة. يطيع الأصول الدعوة هذه حفاظا للدعوة. ولهذا أحبابنا يعني نريد من الأحباب القدماء يزيدوا في الجولات. الآن القدماء
يعني يمشي 4 شهور 40 يوم يأتي فيه شيئين، هذه من الأمراض، يأتي فيه حب الإمارة، ويأتي فيه حب البيانات، يصبح شيخ يريد ينسى أمير ويريد يبين للناس ويجلس ويصبح شيخ. والمشيخة مقبرة القدماء، المشيخة مقبرة القدماء، التناطح على الإمارة وحب الكلام. ولكن نقول للأحباب الآن القدماء أحبابنا عملوا الجهد في 4 أشياء: مذاكرات، بيانات، مشورات، اجتماعات. طيب متى تجتهدوا؟ بس مذاكرات، بيانات، مشورات، اجتماعات. طيب متى تجتهد أنت؟ هذا كلام مهم جدا للقدماء. عرفتوا يا أحباب؟ يعني الآن حولنا، طيب متى تجتهد؟ ولهذا أحبابنا إذا قام الجهد 75% خارج البيت، خارج المسجد، امشي 75%، 25% مذاكرات وشورى وكذا، طيب هذا 75% يا أحباب القدماء. رجعوا الجهد على الأول اللي في هذا المشايخ الأولين. الآن غيرنا، الآن القدماء نسوا الجولة. مشكلة يا شيخ، يا شيخنا. فأنا يعني أخرجوا، الله قال أخرج. المفتي مهم جدا، ولكن يخرج من دار الإفتاء إلى الجولة. الله قال كنتم خير أمة أخرج للناس. العالم مهم، خطبة الجمعة والدرس، ولكن قال لا، الله أخرج من منبرك، أخرج للناس. أنت حافظ القرآن مهم جدا، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ولكن أخرج من الخلوة والكتاب، امشي للناس. أنتم أخرجوا من داركم، أخرجوا من مسجدكم. الله قال كنتم خير أمة أخرج للناس. ما في إمام ولا عالم أهم من أحسن من الأنبياء. الأنبياء الله قال ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير. فعلينا يا أحباب، أوصيكم يا جماعة، الأمة تحتاج تمشي تعانق الناس وتسلم عليهم، يكفي هداية. آلاف في المقاهي، ملايين في المقاهي، في البحر، في القرى، في الأسواق، ونحن جالسين أكل نوم، أصبحنا مشايخ. فتنة كبيرة يا شيخ. فنحن نمشي نتجول كل يوم أقل شيء 7-8 ساعات، تجولوا يا أحباب. بعدين تأتي القوة، تشوف إيمانك، يقينك صحيح، ثم تشوف صلاتك قوية، دعاءك مستجاب إذا تتعب. يا جماعة أخرجوا تجولوا كثيرا. طيب في شيء آخر يا أحبابنا، شيء آخر، في جولة تحصيلية. هذه في العرب غايبة. إيش فكرة التحصيل؟ مستحي منها. لا. الآن تأتي الورقة 44 يوم في جودة النساء وجودة الرجال، ونرمي الورقة، ما عندناش فكرة تحصيل. أهم جولة في الدعوة جولة تحصيلية. التحصيلية هذا الشيخ يوسف أيضا يقول التحصيل. كما الإنسان دائما نقول للإخوة، واحد رجل غرس شجرة المانجو أو التفاح، تأخذ 10 سنوات حتى الشجرة تخرج. أعطاها السماد وحرث الأرض وسقاها بالماء وتعب عليها، وبعد 10 سنوات تخرج المانجو الفاكهة، هو لا يأخذها، يأكلها الدود. قالوا هذا مجنون. 10 سنوات هو يسقي ويحرث ويعطي السماد، وبعدين تطلع الفاكهة ما يأخذهاش. هذا مجنون مسكين. قال لك هذا هو، قال لك هذا الآن مستعد جاهز، بيخرج 4 أشهر. أعطى اسمه قبل 2-3 شهور، أعطى اسمه في البيان، قال مستعد. قال التعب مثل الشجرة، التعب هو قيام الليل والدعاء له وإكرامه وترغيبه وزيارته، كما هذا تعب للشجرة. بعدين هو جاهز الآن، هو جاهز، ما تأخذوش. قال لك هذا هو التحصيل. وجولة التحصيلية يا جماعة تحتاج فكر التشكيل نقدا والتحصيل. فأحبابنا، احنا كنا في بريطانيا، أحد الأحباب المجتهدين والله، اسمه شمسي في جوزبري. يا شيخ سبحان الله، هذا يعني عنده مفكرة كبيرة من شهور السنة كلها. واحد مثلا أعطى، تسمعوا هذا كلام مهم جدا،
أعطى اسمه في يناير، في جانوري يناير، قال أنا مستعد في ديسمبر بعد 12 شهر. هو كل يوم يفتح المفكرة يشوف تشكيل من هو مستعد في فبراير، من مستعد في مارس، من. والشيخ ايش يعمل؟ يمشي له يمشي له في شهر 12 يقول لا، يقول كيف تذكرت أنت؟ أنا نسيت حتى الأسبوع. قال له لا، أنت أعطيت اسمك في يناير والآن في ديسمبر. إيش يقول له يا شيخ؟ اسمع. يقول له الله أكبر، يقول للمجمع كلها الجالسين في البيان كثير ما أعطوا أسماءهم، فالله أنطقك، هو أضحك وأبكى في القرآن فهو لا ينطقك. فمعنى الله يريد أعطاك الخطوة الأولى، أقبلك الله بإظهار نيتك، معنى الله فيقول له كمل النعمة، فالله هو اللي ينطقك، فيقول له الله أعطاك الفرصة الآن كمل هذا. هو يعني الخطوة الأولى الله أقبلك فيها بإعطاك نيتك. إيش يقول هو؟ يقول والله مستعد، ولكن زوجتي، هذه كلامهم هم، زوجتي. يقول له زوجتك؟ يقول له نعم. طيب يقول له قم صلي ركعتين. أول شيء تظهر استعدادك بالإخلاص لله، فيقوم يصلي ركعتين، ثم يقول له أقرأ ياسين، ثم يمشي. قال تعال نمشي لزوجتك، نمشي وراء الباب مغلق، وأنا كنت مع الأخ شمسي نمشي مع بعض، هو جالس يرغب زوجته وراء الباب، أنا وهو شمسي وهذا الرجل جالسين، وزوجته وراء الباب، ويعطيها فضائل وقص الصحابيات، يقول له خذوا سنة مش 4 أشهر مش 40 يوم. فهو يطلع بفراشه وجواز سفره نقدا يأخذه المركز. مشي لي رجل ثاني فقال له يا شيخ أنا مستعد وكذا، ولكن عندي عملي قال له مديرك مسلم ونصراني؟ قال أنا مسلم باكستاني. قال طيب صلي ركعتين، قم صلي ركعتين. ويمشي للمدير، مديره هو يعني، فيقول له كل يخرج معنا في سبيل الله، كل أعماله جولته وبيانه وذكره وتهجده كلها في ميزان حسناتك أنت. يقول المدير وأنت جالس هنا. المدير قال خذها سنة، لأن يقول لك كل أعماله. ومرة من المرات مشى رجل ثالث، اسمع هذه التعجب، شوف الفكرة. واحد قال له والله مديري نصراني. قال له مديرك نصراني؟ قال نعم. قال طيب قم صلي ركعتين. قال مدير بريطاني إنجليزي، قم صلي ركعتين. قال يصلي ركعتين ويمشي للمدير النصراني. يقول لا إيش؟ يقول لا، يقول نحن المسلمين نحتاج إلى دورة، كورس يعني تمرين، تكوين، تصليح. قال نحتاج إصلاح، rectification. قال نحن حتى المسلم لا عاد يكذب ولا يغتاب ولا يقتل ولا يسرق ولا يغش ولا يأذي جاره ويكون ولا يتخلف عن عمله، حتى الدولة يعني البلد تستفيد منه. يقول ايش؟ يقول الانجليزي، يقول we all need it. يقول نحن كلنا نحتاج لهذا. ويقول له المدير امامي، يقول لهذا اللي يشتغل عنده، يقول لماذا انت جئت بالقسيس من الكنيسة؟ لماذا جئت ما يقولش يقول لماذا جئت بقسيسكم عندي؟ لماذا من الموسك؟ يقول لماذا جئت بإمامكم شيخكم؟ لماذا تعبته؟ إذا أنت قلت لي هذا الدورة أو يعني الكورس الدورة التأهيلية أنا أعطيك. قال جيب الورقة، يجيب الملف ويوقع له على 4 شهور. والبريطاني يقول هذا نحتاج كلنا هذا. شوف يقول حتى يكون نافع للغير ويحترم الآخرين وصادق في عمله وما يأذيش جاره ويكرم الناس، يكون رجل فعال وفيه الرحمة وفيه الخلق، لا عاد مخدرات ولا عاد يعني ما عاد فيه السرقة، ما عاد فيه القتل، ما عاد. يقول هذا هو نحتاج كلنا. ويطلعوا يا شيخ بفراشه فشيخ. ولكن الشيخ رأينا أحد القدماء شيخ يصلي ركعتين بعد الشروق ويقول يا الله، يدعي ويبكي رزقني اليوم نقد جماعة 4 شهور.
والله يا دكتور أقسم بالله يجي يصلي يقول يا الله اليوم في المقام هذا ما نريد أذكر اسمه، واحد عندنا يصلي ركعتين في المقام مش خارج، هذا يصلي ركعتين يقول يا الله اليوم 4 شهور أنت قادر، اليوم نقد جماعة 4 شهور. والله رأينا يومين الله يعطيه 2 3 4 شهور و2 43 يوم يجي يأتي بهم المركز في لندن. سبحان الله. والله العظيم يدعو ويجتهد ويتحرك، لكن يدعو ويتجول مش جالس. بعد بالدعاء وبعض الحين يطلع صدقة في الطريق، صدقة 5 باوند يعطيهم ويتجول، لكن عنده حرقة مش كلام، يأتي بهم في المساء للمركز ولا 5 6 بعض الحين أكثر. الشيخ هذا مهم جدا شيخنا، هذا الترقي ولكن يا أحبابنا لا ننسى أعمالنا الانفرادية مع الاجتماعية، ونكثر من الزيارات. أنا أنصح القدماء كلهم إذا يسمعوا هذا الشريط يزيدوا في الجولات. مرة مشينا لبومباي في سنة 80، مشينا لبومباي من لندن، وصلنا مشيت في الليل، هي الرحلة 9 ساعات. أنا أقول لكم يعني كيف هذا، كيف القدماء الأوائل. وصلنا بومباي المركز في الهند، وجدنا في صلاة الفجر المسجد المركز ملآن ناس، فتأثرنا، فجاءونا قالوا أنتم أحباب لندن بريطانيا وصلتم الآن افطروا وناموا للظهر، طول الليل نحن رحلة جماعتنا وصل. قال احنا الشورى عندنا الآن قررنا لكم أنتم تفطروا وتناموا، يعني كنتم في السفر. قلنا طيب، ففطرنا ونمنا حتى الظهر، احنا جماعة بريطانيا. قمت في الظهر ونجد المركز فرغان، المركز كله فارغ إلا 6 في المطبخ يطبخوا، 6 نفر بس. فين؟ فارغ ما فيه ولا أحد. والأمراء وأهل الشورى والقدماء فين مشوا؟ قال لكم شو جولة. المسجد أصبح فارغ. صلاة المغرب يا شيخ يأتي 3 أضعاف المركز من الآن، جاءوا بهم جولات، ورجعوا القدماء وأهل الشورى. والعرق طبعا في الهند حر، العرق وفيه الغبار أن التراب أسود عندهم هناك طبعا. كله جاءوا ماء، طاف القميص مية ماء وتراب أسود على وجههم من العرق. ولا أنا قلت لهم الآن فهمت بدون بيانات. القدماء يا شيخ، القدماء والأمير بومباي وقدماء الشورى بومباي طلعوا جولة للمغرب وجاءوا معهم، والله سمعت مش أقل من 500 جاءوا نقدا، 500 نفر جاءوا نقدا. المركز امتلأ قبل المغرب بشوية، امتلأ 3 أضعاف. وصار البيان بعدين. قلت ايش هذا الجهد يا شيخ. فنسأل الله الأحباب القدماء يترقوا في خاصة الجولات، جولوا يعني الشيخ سعيد رحمه الله يقول 8 ساعات جولة، 10 ساعات جولة وساعتين تهجد تنزل إليها خلاص. الآن القدماء ما عادش في تهجد، ما عادش في جولات، جالسين بس للبركة. عملنا كل جهدنا في الكلام يا شيخ، الكلام الجميل وجمع الألفاظ وجمع الجمل ونجمع الكلام الصحابة بني إسرائيل قالوا سمعنا وعصينا، والصحابة قالوا سمعنا وأطعنا يعني طبقنا، ونحن نقول سمعنا واستمتعنا. الآن كلام جميل خلاص. لا الهداية ما تنزل إلا بالمجاهدة. فنسأل الله أحباب لا تنسوا أحباب الأعمال ال5 اللي قلت لكم عنها، التسبيح والقرآن وقيام الليل والدعوة الانفرادية والصلاة في وقتها مع الجماعة. لأن واحد من الإخوة يقول لي قال لي هذه أمة الدعوة بس. قلت له لا يا حبيبي، هذه أمة عبادة وأمة دعوة. كيف؟ لازم نجمع بين العبادة والدعوة. الله قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كيف تقول لي أم الدعوة بس هذه؟ قال لي سامحني أخطأت. قلت له لا، هذه لازم نجمع بين عبادة ضروري يا شيخ. أول شيء أنا عبد الله، لازم نعبد الله جل جلاله إفراده بالعبودية. ثم لازم أنا من أمة الرسول لازم ندعو. كيف؟ قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعني.
أحباب أوصي الذي سمع هذه الوصية يطبقها وينشرها ويترقى كما قلنا الأدعية. ثم تسأل الله يا أحباب. أوصيكم الجدية في الدعوة، هذا من المزاح والضحك الكثير، لأن هذا عمل هداية من السهل. هذه نقطة مهمة. وثلاثة أشياء الآن حضرتني في راسي، ثلاثة أشياء يسموها درب العظماء. إيش يسموها شيخ؟ درب العظماء، يعني أي شيء تضع الثلاثة هذه فيها تحصل عليه بأمر إن شاء الله، في دراسة جامعة، في التجارة، أي شيء تضع. أول شيء ثلاثة أشياء تحفظوها: الجدية والانضباط، يعني الانضباط يعني الالتزام، والتركيز. هذه لازم تحفظوها أحباب. حتى واحد يدرس في الجامعة يدرس بجد، ما يلعب ما يمزح. ثم الانضباط ينضبط بأصول آداب الكلية والجامعة. ثم يركز تركيز يحصل على الشهادة الهندسة أو الطب. مثلا تجارة يفتح دكان، جدية ما يلعب. ثم ينضبط بقانون التجارة، قانون التجارة الوزارة. ثم يركز كل يوم، يركز بعدين تنجح تجارته. حتى في الدعوة الجدية في الدعوة، ثم الانضباط والتركيز. الانضباط التزام بالأصول، والتزام بالكتاب والسنة، بالفرائض والسنن وأصول الدعوة، والتزام بالأعمال. ثم التركيز، ركز يعني استقيم، والله تحصل على الهداية وتترقى أنت وتترقى الأمة. ويا جماعة لا تتعجلوا، استقيموا وزيدوا في الجهد. الله يغير متى يريد، لأن الله صبور وحليم. هو الذي بيده كل شيء. بس أنت فاستقم كما أمرت. ولكن تترقوا يا أحبابنا، وبإذن الله تعالى يعني كل شيء تبوا شيء. أنا أوصيكم هذا العمل يا شيخ. أنا والله يتعجب الناس يسجد لله يا شيخ وهو ما عنده علاقة بربه، ما يعرفش الله ويسجد. هذه الدعوة، هذا الفرق بيننا وبين العوام. يسجد لله ويصلي ولكن ما يعرفش الله، ما يسألوش. فهذه الدعوة تجعل لك علاقة بخالقك. كل يوم تصلي ركعتين، تبدأ عندك الفكر أنت رجل غريب تصبح في الأرض حبيب الله. فأوصيكم كل يوم ركعتين. أنقذ أي شيء تبي ركعتين، أي شيء تريد صلي ركعتين دائما. وقول لزوجتك ولأولادك وبناتك، وقول للأمة صلي ركعتين. هكذا كان عائشة تقول إن النبي الله إذا حزب أمر فزع إلى الصلاة. صلوا ركعتين، توضى وصلي ركعتين. نعم. قصة هذا المفتي اللي ابن أسب هذا النفر اللي نعم. يكره. ولكن هذا انت خلاص. طيب متاع المفتي هذا، ولكن ما عادش فيه. نختم خلاص. طيب. وأوصي الأحباب يدعو لهذا الجهد. أدعو لنفسك بهذا الجهد، لزوجتك وأمك وأخوانك. أدعو لهم يا رب يقبلهم، أشرح صدورهم لهذا العمل، لأن نسأل يوم القيامة على ترك المسؤولية. والله نسأل، وقفوا منا مسؤولون. فأوصيكم يا أخواني وأخواتي بهذا العمل العظيم. وما تسمعوا كلام الناس الذي يقول لك هذا العمل احنا رأينا نتائج في أوروبا والعالم. لا تجتمع أمتي على ضلال يا أحباب. هذا الجهد رأينا نصرة الله فيه، كيف الكنائس تحولت إلى مساجد في أوروبا، كيف الناس يدخلوا في الإسلام يا شيخ. هذا العمل سبحان الله. ولهذا أنا نختم بهذه الكلمة. قبل الدعوة ما كانش في إسلام يا شيخ. ما كان أبو بكر ولا عثمان، ما كانش، مش موجودين، ولا خديجة ولا خلافة راشدة، مش موجود يا شيخ. يعني بسبب الدعوة هذه جاء الإسلام في العالم. ما فيش إسلام أصلا إلا رسول الله كان مسلم. فكيف الدعوة كونت هذا عمر وعثمان وأبو بكر وخديجة، وكيف جاء احنا أصبحنا مسلمين في العالم بسبب الدعوة. ولهذا أوصيكم بالجولات الكثيرة. وآخر شيء يقوله، أول عمل في الإسلام إيش هو؟ واحد قال لي الدعوة إلى الله، قلت ليس الدعوة أول عمل. أول عمل في الإسلام الجولة. وعندنا دليل عندما النبي صلى الله عليه وسلم كان في الكهف، في غار حراء، ليس في الكهف، في غار حراء، جاء الوحي. من معه؟
ما في أحد معه. طيب من يدعو هو؟ لبس عليه ومشى جولة، ثم وجد أبو بكر فدعاه فأسلم. فالدعوة بعد الحركة. ولهذا الله ماذا قال؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس. أول شيء تمشي، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر دعوة، وتؤمنون بالله، واو العطف الإيمان يجي بنفسه. شوف، أخرج أدعو يقوى إيمانك، أخرج أدعو يقوى، هذا ترتيب الآية. كنتم خير أمة أخرجت للناس، أول شيء تمشي، ثم الدعوة، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر دعوة، ثم يأتي الإيمان. فهذه ثلاثة ترتيب. أخرج أدعو يقوى إيمانك، ترتيب الآية. فنسأل الله يوفقنا وإياكم، سامحونا على إطالة هذا، نسأل الله يرزقنا التطبيق. آمين آمين. وترغبوا وتمشوا بجهد أيضا مع الأهالي، مع الزوجات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع زوجاته في السيرة كل في السرايا. ورقية خرجت يا شيخ مع عثمان للحبشة. نعم، أم حرام مشت مع زوجها عبادة بن الصامت وتوفت في قبرص. ولهذا يا جماعة، وحتى أولادكم دربوهم على الدعوة، لأن الله قال في سورة لقمان، إيش قال لقمان لابنه؟ يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من أزم الأمور. فحتى الأولاد دعاة، والنساء داعيات، والرجال دعاة، كلنا نخدم للدين، مالك ووقتك وكل شيء للدين. كما في سورة القصص، إيش قال الله؟ الله قال وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة. هذه في القصص. وابتغي فيما أتاك الله، اللي أعطاك الله استعمله للدين الآخر. وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. جزاكم الله خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.